لساني يا حبيب الروح، خليك ليلي سالي وانطر معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا المهم بالنسبه لهذا الماسك اللي غادي ندير هو اللي كيحافظ على البشره انها تكون هكا شابه. غادي نحتاج بنانه، غندير غير ربع ديالها كميه قليله، وغندير لها اكيد العسل. غندير العسل، هادشي اللي غندير. اول حاجه غادي ناخذ غير شويه من البنان، والبقيه غادي ناكلها. كيف سوق الشاطئ شويه البنان، وهذا غادي ناكلو هو الاول. نفيد به راسي هو الاول، وغادي نمعس هاد شويه ديال البنان. المهم درت الكميه اللي غتكفيني الوجه ديالي. ما بغيت ندير لا فيتامينات لا زيوت لا والو، لان من بعد ما غادي ندير هذا الماسك غادي ندير الكريم المرطب اليومي ديالي فيه بزاف ديال المواد اللي غترطب لي بشرتي. المهم غنعاون بهذا الماسك الطبيعي وصافي. ها هو البنان تمعس معايا، دابا نضيف له العسل. المهم طبيعه الحال كندير الكميه اللي تكفيني الوجه ديالي باش ما تشدش وصافي. درت معلقه صغيره ديال العسل صافي، ونخلطها ونديرها على وجهي ونخليها ربع ساعه، ومن بعد نمسحها. هاد الماسك ديالي وجد معايا، جوج المواد الطبيعيه درت له صافي. كيف قلت لكم باقي غندير الكريم المرطب ديالي، ما يحتاجش انني نقوي في الماسك بزاف ديال المواد بحال لانون او فيتامين او او غيره، ما يحتاجش. صافي الماسك وجد معايا، دابا نديرو لوجهي. صافي من بعد ما غسلت الماسك خليته تقريبا ربع ساعه، غسلته بالماء دافي. دابا غندير هذا الكريم ديال لوريال ريفيتاليفت اللي فيه الريتينول. والريتينول واحد الماده كتحافظ على الشباب ديال البشره، ما كتخليش الشيخوخه المبكره تجي للبشره ديالنا. المهم وفيه الالاستين، دابا حاليا كنستعملو. نحلو معكم تشوفوا كي داير من الداخل. دا هو الشكل ديالو، ريحتو زويونه. غندير البشره ديالتي من بعد ما درت الماسك، من بعد ما غسلتها من الماسك. عملت هنا طاجين ديال الدجاج مع اللوبيا بلانا، اللوبيا هكا مفطحه، وبطاطا اكيد اللي قاموا البصله والطماطيش، هذاك اللي قام العادي اللي كنستعملو. صافي نغطي عليه نخليه يطيب. صافي بعد ما طيبت غدايا، دابا درت الماعن في الغساله، الماعن تتغسلوا لي. دابا نحاول نخرجهم ونرتبهم في البلاكارات، ومن بعد غادي ندوزو نحضروا مع بعض الميريندا. غندير كوتي لوليداتي الدونوت المنزلي، وانتم تشوفوا معايا الطريقه اللي كنحضر بها هاد لي دونوت ديالي، ونتمنى تعجبكم. بالنسبه لهاد الدونوت انا كنحتاج تقريبا 100 ملي ديال الحليب غادي ندفيه، غنحتاج بيضه، قشره الحامض، 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، غندير غير شويه منها. عندنا ساشي ديال الفانيلا، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره، معلقه كبيره الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، 2 معالق ديال السكر. وغنحتاجو تقريبا 200 غرام ديال الدقيق. اول حاجه غادي ندفي الحليب باش غنحضروا الخميره. غنخمروا اولا الحليب مع الدقيق والخميره، ومن بعد غندوزو للمرحله الثانيه اللي غنعجنوا فيها الدونوت ديالنا. المهم في الاناء ديال العجانه رميت الخميره والسكر. كيف كتعرفوا انا الخميره كنخمروها اول حاجه باش كتتفاعل وكتعطينا الدونوت يجيو هشاشين. رميت الخميره والسكر والفاني وشويه ديال الدقيق كيف كتشوفوا في الاله ديال العجينه، وغادي نضيف عليهم الحليب الدافي اللي دفيته، حليب كامل.
وصافي غادي نحاول نغطي عليها ونخليها في منطقه دافيه لمده 10 ديال الدقائق. الا كتجوز زربانين باقا 5 ديال الدقائق. المهم نحاول نخلطها باش يذوب ليا الخميره مع السكر تمايا ونغطي عليها، ومن بعد غادي نرجعوا باش نكملوا الطريقه ديال تحضير الدونوت ديالنا. المهم خليت تقريبا التخميره ديالتي حتى درت 5 دقائق عليها حيت كنت زربانه بصراحه. صافي درتها في العجانه باش نبداو نحضروا على بركه الله العجين ديالنا. زدت البيضه وقشيره الحامض ومعلقه الزبده وغنبدا نعجن ونضيف في الدقيق، وهذا هو الشكل ديال الدونات غنوريكم في الاخير. الكميه الكيماويه ما تنساوهاش وضيفوها. صافي غنخلي العجينه دي تتعجن مزيان، وبالنسبه لا تيكستور ضروري ما ان العجين يكون خفيف. خليك لي يا ثاني ونطير معاك. المهم بالنسبه لديك 200 غرام ديال الدقيق ضفت لها دابا تقريبا 50 غرام حيت اللي باقا العجينه جاريه بزاف. غنضيف لها 50 ودابا نكمل العجين ديالها ونشوفوا واش غتوقف هكا. المهم العجينه خاصها تكون خفيفه بزاف، ما غاديش تكون ثقيله. المهم انا غادي نقيسها ونوريكم كي غيكون الشكل ديالها. ها هو شكل الخمير العجينه ديالتي من بعد ما تعجنات. كيف كتشوفوا راه خفيفه. ضفت لها 250 غرام ديال الدقيق يعني اللي جمعتها ليا. صافي دابا نخليها ترتاح ومن بعد نبقاو نطلقوها ونقطعوها على شكل دوائر باش نصايبوا لي دونوت ديالنا. صافي نخليها دابا ترتاح ونجمعها ونخليها ترتاح. المهم بعد ما خمرت العجينه ديالتي اكثر من نص ساعه تقريبا، دابا صافي في سطح العمل حاولت نرشو بالدقيق. كتشوفوا العجينه راه خفيفه، لان كل ما كانت العجينه خفيفه كل ما كيجيك الدونوت هشيش. صدقوني ان اللعبه في ان العجينه تكون خفيفه وتدلك مزيان في العجانه او بالايد ديالكم. المهم نحاول نطلقها. فرشت سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وكيف كتشوفوا العجينه تبارك الله راها مهويه. كتشوفوا الفقاعات تمايا في العجين، وغادي نحاول نطلقها بالمدلك. خاصها تكون تقريبا 1 سنتيم 1 سنتيم ونص. ما نرقوهاش بزاف لان بغينا الدونوت يتنفخ لينا. المهم نطلقها مزيان. نحاول نجيب واحد الكاس او واحد القطعه هي باش غادي نقطعها من بعد ما غادي نسرحها فوق سطح العمل. فانتم كتشوفوا معايا الطريقه كيف كندير ليها، وكيف كتشوفوا العجينه راه كتكون خفيفه ورخوه وكتعطيكم الطعم ما شاء الله لانها تخمرات مزيان. صافي من بعد ما حطيتهم ورصيتهم في الصينيه اللي مغلفه، جبت شي حاجه بحال هكا دائريه تقبهم من الوسط. علاش حطيتهم في الصينيه عاد تقبتهم باش منين نبغي باش لانكم الا تقبتهم هما باقيين فوق سطح العمل كيتعوجوا. اللهم دابا بهذه الطريقه تقبوهم ومن بعد نخرجوا داكشي الوسطاني بكل سهوله بلا ما نعوجوا الشكل ديال الدونوت. الطريقه السهله. صافي نبدا نحيد كيف شفتوا ما تعوجش لي الشكل ديال الدونوت. المهم بعد ما خليت الدونوت ديالتي تقريبا 45 دقيقه خمروا ليا، من بعد ما غطيت عليهم ضروري ما تغطيو عليهم، درتهم في واحد الفران دافي باش يحاولوا يخمروا ليا بسرعه اكبر. صافي من بعد ما تنفخوا ليا وخمروا تغير الحجم ديالهم، كتحسوا بان الحجم ديالهم راه تغير. صافي سخنت المقله ديالتي عمرتها بالزيت على تقريبا شكل حمام مريم، وصافي دابا كنحاول نقليهم بالزربه. كترميهم كتعاودوا تقلبوهم وتبقاو تحركوا فيهم باش كيتحمروا كيتنفخوا يجيوكم مساويين من الجوانب كاملين. كتجيكم الدونوطه منفوخه وهشيشه من جميع الجوانب كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. انا خدامه واخا مع التصوير غلبني شويه، ولكن المهم كنحاول نتحكم انك خصكم تحركوا الدونوطه وسط الزيت وانتم كتقليو وكتقلبوا فيها. وحبذا لو كانت شي معلقه تبقاو ترميو الزيت بحال هكا باش كيجيكم مساوي الطياب ديالها وكتجي منفوخه وعندها نفس الطريقه ديال الشكل ديالها موحد. المهم غنستمر تنكمل جميع الدونوت ديالي. ديما كنقليهم على العافيه من متوسطه حتى المهيله باش ما يتحرقوش ليا ويطيبوا لنا من الداخل. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من المقله. خليتهم كيتسخطروا فوق ديك الشبكه. راه كتشوفوا تبارك الله مهويين وفشي وشين.
جا صراحه منظرهم زوين كيف كتشوفوا. طيبناهم هكا لوين ذهبي لان طيبت من العافيه مهيله وعطيتهم الخاطر بعد ما طفيت طفيت الكاميرا طبيعه الحال وخدمتهم بالخاطر بشويه عليهم. كيف كتشوفوا جاو مساويين، جاو في شكل واحد، ما جاوش عوجين. صافي دابا جات مرحله التزيين ومرحله ديال التذوق. المهم خديت انا هنا النوتيلا دوبتها شويه في الميكرووند باش نحاول نزينها، باش ندير داكشي ديال الكاناش وغيره. حاولت نغير نديرهم بحال شكل الروسكوس الاسبانيول، بحال السفنج الاسباني تقريبا. المهم غادي ندير لهم هاد الخطوط ديال النوتيلا اللي دوبتها، واخر حاجه اني غادي ندردر عليهم شويه ديال البودر ديال السكر كلاص. طبيعه الحال كيبقى لكم تزيين اختياري. المهم انا اختاريت نزينهم بهذه الطريقه، نتمنى تعجبكم. وبالنسبه للهشاشه ديال هاد الدونوس راه كيجيو ما شاء الله شيوشين كيف قلت لكم. غير نخيو لهم العجينه وما تخافوش ودلكوهم مزيان سواء بيدكم او بالماكينه، راه اكيد غادي يجيو ناجحين معكم. والمذاق او السافور ديال القشور الحامض والفاني ما شاء الله جاو روعه. ها هما كيف كتشوفوا بعد ما خليتهم يبردوا لي شويه كنزينهم بالنوتيلا والبودر ديال ديال السكر. كنسوبودريهم بالسكر وصافي. دابا انا كنوجد واحد البراد ديال اتاي ومن بعد غادي نحط واحد كويسه اتاي مشحر وغندوز بهم هاد الدونوتس ديالي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفدتوا. غنقول لكم بصحتكم وراحتكم، ان شاء الله نتلاقاو فيديو جاي عما قريب. الى اللقاء.